السلام عليكم. مرحبا بكم متابعي قناة يومية أبو براء. اليوم عندي هذه الدجاجة راهي تعاني من الكنكر. شوفوا وين خرج لها. عالجتها شتى الطرق شتى الأدوية، لكن ما قدرتش نعالجها الآن لأن الكنكر مش داخل، راهو لبرا. حاولت باش نخرجها من الداخل ما قدرتش، قلت نديها البيطري لعل وعسى يدير لها عملية هكا ينحو. يلا نتوكلوا على ربي ونشوفوا. هنا كما تشوفوا في بداية الحالة تاعها، وزادت انتفخت هذيك زادت انتفخت بزايد وكثر فيها الواحد، وعدت سوائل بزايد وكما تشوفوا. درت لها الدويات وكل، الآن خرج لها هكا. الكنكر ديما يدير ريحة بشعة. معبي عارف علاش ولا لا؟ علي أنا اسمك مبارك، راهم مسمينك مبارك اسم جدي، راه عندك الضوء الأخضر ديريكت. شرنك أخي.
كما تشوفوا. وبعد ما كملنا العلاج تاعها هنا عند أخينا البيطري، هكم تشوفوا فيها تو، هاي ظهرت عدت بصحة جيدة الحمد لله. ريحت بعد مدة، على كل حال مدة كبيرة، والحمد لله انتجنا منها البيض وتباعت هي، وهذا السيسان تاعهم وتباعوا فيهم الماتوا وخلاص، وانتهت القصة تاعهم. المهم الإنسان يحاول يستهلا. قدر الله ما شاء فعل. بادو من الفلور، الله ما شاء فعل. جيت لقيتها ميتة، الله ماني على بالي. ويدل عليه لأنها حيوان هميم ما يستهلا فيها، ويدل عليه وخلاص. وماذا بكم المرض من البداية يقوم بها. وأحسن حاجة الوقاية خير من العلاج. الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية. الماء نظيف، الماكلة نظيفة، أواني ما نظيفة، كلش لازم 100 خاصة دجاج الزين. والسلام عليكم ورحمة الله، ورب يوفق الجميع.